اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل أحلى صينية كنافة. كنافة في منتهى الجمال، السكر بتاعها مظبوط وهي محمرة ومقرمشة كده جميل. معانا نص كيلو كنافة، نص كوباية سكر بودرة، ونص كوباية زبدة أو سمنة ومكسرات. هنعمل أول حاجة الشربات، كوبايتين سكر و3 كوبايات مية، وهنحطهم على النار وهنسيبهم يغلوا كده براحتهم، ونحط لهم نص عصرة ليمونة، ونبدأ نجهز الكنافة. بنضيف سكر البودرة والزبدة أو السمنة وكيسين فانيليا كده، ورقتين فانيليا، ونبدأ نقلبهم كويس خالص خالص، نشبع الكنافة بالسكر والزبدة والحاجات دي خالص فيها. وبندهن الصينية ونبدأ نرص نص الكمية في الصينية، بنفردها كويس في الصينية كده، وكل ما نفرد نضغط، كل ما نفرد نضغط عليها. نحاول نضيف بعد نص المقدار ده بتاع الكنافة بنضيف المكسرات اللي عندنا المتوفرة، جوز هند وزبيب وفول سوداني. وبعدين بنضيف نص كمية الكنافة الباقية، ونجيب صينية أصغر من الحجم ونبدأ نضغط زي ما احنا شايفين كده عليها جامد، علشان لما نيجي نقطعها نلاقي القطعة تطلع سليمة كده، قطعة بقطعة. ولو في برضو باقي كمية السمنة ببدأ أوزعها على الوش كده، وأكون الفرن طبعا مشغلاها وسخنت، وبحط الصينية في الفرن على طول. يعني هنا الشربات حطينا نص عصرة ليمون، نص ليمونة كده عصرناها عليها. وادي بعد ما تطلع، اول ما تطلع من الفرن بنسيبها تهدى حوالي كده 10 دقايق، وتكون طبعا الشربات دافي، ونبدأ نسقي الصينية كده بمقدار الشربات اللي احنا حضرناه. هنحط مقدار الشربات كامل، بس نشرب كده، نوزع الشربات كده عليها كلها. هنلاقي الصينية بتشرب الشربات ده، دليل على ان هي فعلا خدت سواها الكافي في الفرن. ادي حطينا الشربات بالكامل، ونبدأ نشكلها ونزينها بحريتنا احنا طبعا، بالشكل يريحنا اللي نحبه نعمله يعني. صينيته ادي بيجي جاهزة 100% كده، احلى صينية كنافة. وما تنسناش بقى في الاشتراك في قناتنا اللي بتنزل كل يوم حاجة جديدة وسهلة وبسيطة، قناة نان ومامتها. شكرا.